تخيل لو في كلب عضك او خربشك والعضه دي كان فيها فيروس والفيروس ده ملوش علاج، يعني احتمال كبير تموت. تفتكر كان هيبقى ايه الوضع؟ وايه كميه الامراض اللي كانت ممكن تنتشر؟ تحياتي، يا رب يومكم يبقى جميل. في عالم كيميائي فرنسي اتولد سنة 1822 اسمه لويس باستر. باستر واحد من أهم رواد علم الأحياء الدقيق، العلم اللي بيدرس الكائنات الدقيقة اللي مش بنشوفها بالعين المجردة، وبيهتم بعمل لقاحات ومضادات حيوية للحماية من أخطارها. العالم ده كان ليه تأثير كبير جدا في مجال الطب ودراسة الفيروسات وطرق علاجها، مع إن لويس باستر في طفولته ما كانش فيه أي حاجة بتقول إنه ممكن يبقى عالم أو طبيب. كان بيحب الرسم والتصوير والأدب والشعر، يعني ميوله غالبا فنية مش علمية. لكن لما كبر شوية وبدأ يتعرف على مواد زي العلوم والرياضيات شغفه ابتدى يتغير، بس ده ما يمنعش إن حبه للفنون كان لسه موجود. سنة 1840 حصل على بكالوريوس في الآداب والفنون، وهنا ما اقدرش أقول زي الناس ما بتقول إن صاحب بالين كذاب، لأنه سنة 1842 بقى معاه بكالوريوس للعلوم من الجامعة الملكية، وبعد البكالوريوس أخد دكتوراه في العلوم سنة 1847. وما عداش وقت بعدها بأقل من سنة بقى أستاذ الكيمياء في جامعة ستراسبورغ، يعني في خلال 10 سنين عمل كل الإنجازات دي ما شاء الله. وهو في جامعة ستراسبورغ اتعرف على ماري لوران بنت رئيس الجامعة، واتجوزها وخلف منها 5 أطفال. بس مفيش حاجة للأسف بتفضل على حالها، مات 3 من أطفال لويس وماري بسبب مرض التيفود، والمرض ده عبارة عن عدوى بكتيرية بتنتقل عن طريق الأكل والشرب الملوثين. البكتيريا دي بقى تطوراتها في جسم الإنسان قاتلة، يعني ممكن مثلا تسبب ثقب في الأمعاء أو تسبب تسمم في الدم. فقرر لويس ينتقم ويبقى العدو الأول لأي مرض بيجي بسبب البكتيريا والفيروسات، وقرر انه يبدأ يدور على علاج لكل الامراض دي. وفعلا صنع اول لقاح لمرض بكتيريا كوليرا الدجاج، واللي كان بيتسبب في موت كتير جدا من الطيور وقتها. وكمان عمل لقاح لاقدم وباء في التاريخ، وباء الجمرة الخبيثة. الوباء ده كان منتشر جدا في فرنسا وشوية من دول اوروبا، وهو عبارة عن بكتيريا سبحان الله بتعيش في التربة سنين وبتكون جراثيم بتصيب الحيوانات وبتنتقل للبشر بعد كده. وكان بيتسبب في قتل عدد كبير جدا من المواشي والاغنام والبشر اللي بيتعاملوا معاهم. وسط كل اللقاحات اللي عملها دي كان ليه انجازات تانية تخص برضه البكتيريا والفيروسات، يعني مثلا سنة 1865 صناعة الحرير اتدمرت بالكامل، وده كان بسبب مرض هاجم مشاتل دودة الأز. المرض ده كان غامض ومحدش عارف عنه حاجة، وبسببه فرنسا ما بقتش قادرة ولا تنتج حرير ولا حتى قادرة تستورده، لأن ساعتها المرض انتشر بشكل كبير جدا في معظم دول أوروبا. الحكومة الفرنسية طلبت من كل العلماء إن هم يشتغلوا على الموضوع ده لحد لما ظهر لويس باستر. عمل أبحاث كتيرة جدا استمرت لمدة 5 سنين عشان ينقذ صناعة الحرير. باستر اكتشف طريقة تقدر تحافظ على بيض دودة الأز وتحميها من الفيروسات، وكمان علم الفلاحين طرق الوقاية وازاي يفصلوا البيض السليم عن البيض المصاب. وبعد سنتين بس كل دول اوروبا اعترفت بالطريقة اللي اكتشفها باستر. بعد ما قدر باستر يعالج مشكلة الحرير في فرنسا ظهرت مشكلة جديدة. سنة 1854 اتعرض قطاع انتاج الخمور للانهيار، وكميات كبيرة جدا من المشروبات الكحولية باظت، وده طبعا سبب خسائر كتير. في الاول الناس كانوا مصممين ان اللي بيحصل ده بيحصل بسبب سحر، ولما حاول لويس باستر يشرح لهم اللي حصل ده حصل ليه والسبب العلمي لانه حصل، قالوا عليه مجنون. بس الحقيقه انه ما كانش مجنون، وقدر يثبت ان التخمر اللي بيحصل بسبب وجود كائنات حيه دقيقه، وعرف كمان طريقه حل المشكله. لكن المسؤولين عن تجاره الخمور وقتها رفضوا الطريقه العلميه لحل المشكله. وفي سنه 1863 نابليون الثالث شخصيا طلب من باستر انه يدرس اسباب تلوث النبيذ، وطلب منه انه يحاول يلاقي حل. وبالفعل باستر ما تاخرش وقال له انه هو فعلا عنده حل، وبدا يشرح له العمليه العلاجيه هتتم ازاي. وكانت فكرته العلميه انه يسخن النبيت في درجه حراره تتراوح ما بين 50 و60 درجه مئويه عشان يقتل البكتيريا والعفن اللي موجود. العمليه اللي بعد كده اتعرفت باسم البسطره، ايوه زي ما سمعت كده، بسطره نسبه للعالم لويس باستر. وبسبب البسطره حافظ على منتجات كتير جدا من التخمر والفساد، وانقذ صناعه الخمور من الانهيار. لكن على الرغم من كل الإنجازات اللي عملها دي، إلا إنه فضل يدور على الأمراض تانية اللي بتيجي بسبب الفيروسات والبكتيريا، وحاول يلاقي ليها أي لقاح، إلى أن ظهر مرض جديد اسمه داء الكلب، أو اللي معروف بلغتنا دلوقتي اللي هو السعار. سنة 1880 ابتدى يعمل أبحاثه علشان يلاقي علاج لداء الكلب. كان كل همه انه ينقذ اي انسان مصاب بالسعار، خصوصا انه كان معروف وقتها ان الانسان اللي بيصاب بالسعار هيموت بسرعه. وفعلا قدر سنه 1882 انه ينتج اول لقاح لمرض السعار، وعمل تجارب اوليه على شويه من الكلاب والارانب. بعد كده اللقاح اتجرب عن طريق اطباء على 2 مصابين بالسعار، بس للاسف الشديد ال2 ماتوا. وفضل مرض السعار او فيروس السعار ينتشر ويزيد بين الناس، واي حد كان بيتصاب كانوا اهله بيعيشوا معاه الشويه اللي باقيين من عمره على اعتبار انه موته قرب، لانهم فاهمين انها مجرد ايام وهيكون مش معاهم.
لحد ما جه اليوم اللي يعتبر يوم فارق جدا في تاريخ الطب الفرنسي والعالمي، اليوم اللي اتعض فيه الطفل جوزيف ماستر من كلب مسعور. جوزيف اتعرض لحوالي 14 عضة. كان وارد جدا يكون الكلب مش مسعور والموضوع يعدي، بس لسوء حظه الشرطة عملت تحليل للكلب واتضح ان الكلب مصاب فعلا بفيروس السعار، وده معناه ان جوزيف للاسف اصبح مصاب بالمرض. ما كانش في حل لوالدة جوزيف خالص وابنها بيروح منها، فاولاد الحلال دلوها على واحد في باريس اسمه لويس باستر كان بيحاول يلاقي علاج للمرض ده، نصحوها تروح له. ابنها كده كده ميت، فمش هيفرق معاها كتير يموت من العضة ولا يموت من اللقاح، حتى لو كان امل اللقاح 1%. طبعا كان بالنسبة لها افضل انها تجرب اللقاح، على الاقل يمكن يكون في امل انه يعيش. وفعلا مشيت من القريه اللي كانت عايشه فيها وراحت لباستر على باريس، وحاولت كتير ان هي تقنعه انه يدي ابنها اللقاح، واللي كان امر صعب جدا بالنسبه لباستر انه يجرب اللقاح ده على انسان، لانه في الاساس عالم كيميائي، هو مش طبيب علشان يشخص ويعالج، وده كان ممكن يكلفه كتير قوي او يعرضه لحاجات هو مش قدها لو الطفل ده مات. لكن بعد اصرار ام الطفل وتشجيع الدكاتره اللي حواليه، اخذ باستر قرار المناخولي وقرر يجرب التطعيم بتاعه على الطفل. وفي خلال 10 ايام خد الطفل جوزيف حوالي 13 حقنه، ومن كتر خوف باستر ان الطفل يموت قرر يسيبه تحت اشراف دكتور تاني، ورجع عاش في المكان اللي اتولد فيه. ومن كتر ما امله كان ضعيف في علاج الطفل ده، كتب: لا مفر من موت هذا الطفل. وبالرغم من قلقي الشديد قررت تجربه هذا اللقاح على الطفل بعد تجربته على الكلاب. الغريب والمفاجئ لباستر ان التجربه دي نجحت، والطفل ابتدى فعلا يخف، ورجع جوزيف مع امه على بيته، والموضوع انتشر وابتدت الناس كلها تعرف انه اخيرا ظهر علاج لمرض السعار. باستر ما بقاش ملاحق على المرضى اللي بتقف قدام المختبر بتاعه اللي كانوا بيجوله من مختلف نواحي العالم، ما بقاش عارف يعمل ايه، المختبر صغير جدا والحالات اللي بتجيله مصابه بالسعار كتير جدا. فكر مع زمايله يعملوا معهد لعلاج السعار، وفي نفس الوقت يكون مركز ابحاث لبقيه الامراض التانية اللي بتيجي بسبب الفيروسات. الفكره عجبت الاكاديميه الفرنسيه للعلوم، وعملوا حمله وطنيه وعالميه عشان يقدروا يجمعوا تبرعات يبنوا بيها المعهد. وسنة 1886 جه للأكاديمية أول التبرعات، وفضل رجال الأعمال والأثرياء يدفعوا تبرعات لحد ما قدرت الأكاديمية تجمع 2 مليون فرنك. وفي سنة 1888 تم افتتاح المعهد في فرنسا وسموه على اسم معهد باستر. وبعد شوية المعهد بقى ليه فروع تانية في دول كتير، منهم اليونان وكوريا وروسيا والصين وتونس والجزائر والمغرب. وبقى السبب الأول والأخير في علاج مرض السعار راجع للعالم لويس باستر. ولولا ان هو فقد اولاده ما كانش ولا هيحارب الجراثيم ولا هيحارب الفيروسات ولا هيخترع لقاحات. مات العالم لويس باستر بعد صراع طويل مع المرض سنة 1895، واتعمل له جنازة وطنية رسمية مهيبة واتدفن تحت معهد باستر. وآخر كلماته المأثورة: يجب على المرء أن يعمل كثيرا، لقد فعلت كل ما في وسعي. كتر خيرك يا عم باستر، انت كده بتشوف شغلك بصراحة وبمنتهى الضمير. ودي كانت نهاية عالم كبير اخد قرار مناخوليا، وكان نتيجته انه قدر ينقذنا كلنا من اي عضة كلب اللي كانت زمان بتموت ملايين البشر. لو عجبتك الحلقة اعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، ولو تعرف قرار او شخصية مناخوليا تحب نعمل عنها حلقة ياريت تسيبها لنا في الكومنتات. تحياتي، يا رب يومكم يبقى لذيذ.